تخيل كده معايا يبقى عندك 17 سنة وتلعب في المنتخب. مش تلعب في المنتخب بس، لا، تلعب في كاس العالم. ومش تلعب في كاس العالم بس، لا، تكسب كاس العالم. ومش تكسب كاس العالم بس، لا، تبقى اعظم لاعب في العالم. تخيل كل التخيل ده كان حقيقة في مونديال 58 في السويد. اتلعبت النسخة السادسة من كاس العالم بمشاركة 16 منتخب من قارات مختلفة، والبطولة دي بقى كانت من أوائل البطولات اللي فيها تأهل وفيها تصفيات، وكان شكلها منظم أكتر من البطولات اللي كانت قبل كده. ونظام البطولة رجع تاني لنظام المجموعات، 4 مجموعات وكل مجموعة فيها 4 منتخبات. أول فريقين في المجموعة بيتأهلوا، بعد كده في الأدوار التانية خروج مغلوب، ولو في تعادل ما بين الفرق في النقط بيلعبوا مباراة فاصلة. سنة 1958 التلفزيون ابتدى ينتشر بشكل أكبر، والبطولة دي كانت من أوائل البطولات اللي الجمهور تابعها بشكل أوسع. يعني نقدر نقول كده إن كأس العالم فعلا ابتدى يتحول لحدث حقيقي عالمي. نيجي بقى لبطلة حكايتنا، البرازيل. البرازيل كانت داخلة البطولة دي بهدف واحد بس، إنها تمحي صدمة مونديال 50. وعشان كده البرازيل استخدمت تحليل نفسي لكل لعيبة المنتخب. بس الغريب والعجيب إن التحليل النفسي قال إن بيليه مش جاهز، ورغم كده أصر المدرب على ضم بيليه للمنتخب. لكن صراحة ما لعبوش أول مباراتين، وبيليه كان بيعيط كتير جدا قبل كل ماتش من كتر التوتر. لكن اللعيبة الكبيرة كانت مقتنعة جدا ببيليه، وأقنعوا المدرب إن يشركوا في المباريات عشان أول ما ينزل يغير الدنيا. وفي ربع النهائي كان هو تمامة الحظ اللي سجل هدف الفوز للبرازيل، عشان يكون أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم. بس اللي جاي أكتر، علشان يدخل نص النهائي قدام فرنسا ويسجل هاتريك عشان توصل البرازيل النهائي وتلاعب السويد. السويد كانت بتلعب النهائي على أرضها ووسط جمهورها، يعني مباراة تخوف أي لاعب. لكن بيليه اللاعب اللي كان بيعيط قبل كل ماتش من التوتر ما خافش، بالعكس ده سجل هدف من أعظم الأهداف في التاريخ عشان تفوز البرازيل على السويد 5-2 وتاخد أول كاس عالم في تاريخها. ومش بس كده، دي تكون أول منتخب يفوز بكاس العالم خارج قارته. ومن اللحظة دي البرازيل تحقق الهدف اللي كانت جاية عشانه، وتمحي صدمة مونديال 50، وتبقى رمز اللعبة الحلوة ورمز كرة القدم في العالم. وبيليه اللاعب اللي دكاترة التحليل النفسي قالوا عنه مش جاهز بقى أسطورة الأساطير. اللي حصل في مونديال 58 ما كانش صدفة، دي كانت بداية هتكمل معانا في حكايتنا اللي جاية من حكاوي المونديال مع دينا سكر.